تفاعلت ولاية أمن العيون بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية يوثق لحادثة سير صدمت خلالها سيارة خفيفة محلياً معروفة باسم كوير أحد المارة بأحد شوارع تجزئة الوكالة بمدينة العيون. الحادثة تعود ليوم 10 من يونيو الماضي، حيث انتقلت على الفور عناصر مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية الثانية إلى مكان الواقعة بتجزئة الوكالة رقم 84 بحي الوحدة، حيث تمت معاينة الضحية الذي تعرض لإصابة خفيفة خضع على إثرها للعلاج اللازم. وقد أسفرت التحريات الميدانية والمعاينات التقنية المنجزة عن تحديد هوية السائق المشتبه فيه، البالغ من العمر 45 سنة، والذي تم توقيفه لاحقاً. إلى ذلك تم إخضاع الموقوف لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للاشتباه في تورطه في ارتكاب حادثة سير متبوعة بجنحة الفرار، في انتظار تقديمه أمام العدالة.